بسم الله الرحمن الرحيم. هناك توضيح أريد أن أقدمه بناء على سؤال ثاني طرحه الأخ نور الدين فيما يتعلق بقضية إعدام العقيد شعباني رحمه الله. كما قلت سابقا، قضية شعباني ليست قضية شخص، ومن السذاجة اعتبارها قضية إعدام شخص يعني قام بالتمرد على السلطة أو لأي سبب من الأسباب التي ذكرها خصومه. قال بن بلة بأنه تمرد على سلطة الدولة، وقال الأنصار بومدين بأنه أراد أن يفصل الصحراء عن الجزائر، والخرجة الأخيرة للضابط الفار من الجيش الفرنسي جنرال نزار الذي يدعي بأن شعباني كان عنده مشكل أخلاقي أصلا يعني. فكل هذا الكلام الفارغ يدل على تورط الناس يعني المسؤولين على اغتيال العقيد الشعباني في هذه القضية. وأنا أعطي شاهد رأيته بنفسي سنة 87 في إطار البحث عن مكان لإنشاء مكتبة القوات الخاصة في مدرسة القوات الخاصة. وجدت يعني مستودع في زاوية المدرسة، مستودع كبير مهجور. هذا المستودع على أمل أننا ممكن نستعمله لإنشاء هذه المكتبة. عندما فتحت وجدت الأرشيف أو قل البقية الباقية من أرشيف ومن تجهيزات مركز قيادة الولاية السادسة التاريخية بقيادة شعباني. يعني أنا ذهلت عندما اطلعت على الوثائق الموجودة وبقايا النشرات وبقايا التعليمات والتجهيزات. يعني عندما قيمت القضية وجدت أن هناك مفصل في مسار الجيش الجزائري، يعني من جيش التحرير، يعني من وقت الثورة جيش التحرير بقى متجه في اتجاه واضح تمثله بقايا هذه القيادة، يعني بقايا مركز القيادة الموجود اللي هو يعني كان موجود في المدرسة الوطنية للقوات الخاصة في بسكرة، والذي كان قبل ذلك يعني قبل سنة 64 كان هو مقر القيادة للولاية السادسة. المشكلة أنه عندما تطلع على محتويات هذا المستودع ايش تجد التوجه. يعني عندما نتكلم على الدولة الجزائرية والهوية الجزائرية وطموح الثورة لبناء الدولة الجزائرية تجده مجسدا في الأرشيف هناك، يعني من وقت الثورة حتى بعد الاستقلال إلى سنة 1964. فتجد أن كل النشرات المتعلقة بالتكوين المعنوي النفسي التوعية السياسية يعني مناهج التدريب كلها تجدها تمثل وتجسد الهوية الوطنية التي كنا نتعلمها في المواثيق الوطنية اللي موجودة في الدستور وموجودة في الميثاق، والتي يتغنى بها كل المسؤولين الجزائريين والذين لا يستطيعون أن ينكروها علانية. لكن المشكلة أنك تجدها مجسدة هناك في الميدان. فأنت تستغرب عندما تجد أرشيف ولاية كاملة من وقت الثورة إلى ما بعد الاستقلال كل أمورها مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وكل التجهيزات انتهى ممكن تجد آلة أو اثنين بالفرنسية. لكن مثلا الآلات الراقنة تجد آلتين بالفرنسية ممكن لغرض الاستخدام، لكن الطقم التجهيز الكامل للمركز القيادة بالعربية تجد فيها تقريبا حوالي 12 أو 14 آلة راقنة في نفس المكان. تجد فيها مطبعة ليس تطبع فقط المنشورات، تطبع حتى الخرائط القتالية بالعربية يا أخي،
وهذه المطبعة لم تكن موجودة حتى على مستوى الولايات التاريخية الأخرى. يعني مطبعة ليست شيء بسيط يعني في سنة 1964. يعني الآن لا نجد في كل مكان مطبعة في القيادات العسكرية حتى الآن. وبالتالي أنت تشعر بأنه كان هناك فعلا، كانت هناك قيادة واعية تعرف جيدا ماذا تفعل. يعني فلا تجد انفصام ولا تقاطع ولا تناقض بين ما تراه على الأرض وبين ما نسمعه عن الثورة وعن طموحاتها وعن هوية الشعب الجزائري. كل المواثيق، المجلات الحائطية، القصيدة الجرائد، المجلات الحائطية، المنشورات، التعليمات، الاستمارات، أمر المهمة، الإجازة، كل شيء. يعني جيش نظامي يمشي على أحسن حال، لكن كله على قاعدة مقوماتها والوطنية. لغة الاستعمال هي العربية في كل كبيرة وصغيرة. التربية النفسية السياسية كلها مبنية على قاعدة المبادئ الإسلامية، التاريخ المشترك للشعب الجزائري، المصير المشترك للشعب الجزائري، الوحدة، وحدة الوطن الجزائري. يعني أنت تشعر بأن هناك تجسيد لوحدة عقيدة هذا الشعب، وحدة لغته، وحدة مصيره وتاريخه. تلقاه يتغنى حتى بالمآثر القديمة، كفاح الشعب الجزائري من أجل استقلاله ضد الرومان، ضد البيزنطيين وضد غيرهم من الغزاة. هذا كله تجده. لكن أنا أقول اليوم اذهبوا وشوفوا، تستطيعون التحقق من كلامي هذا، أنا لست أقول سرا. ابتداء من سنة 1964 انظروا إلى كل المعاملات التي تعاملت بها الناحية العسكرية الرابعة التي أقيمت على أنقاض الولاية السادسة. اللغة التي تتعامل بها منذ ذلك الحين الفرنسية، يعني بقدرة قادر، حتى ما قالوش يعني رايحين نفرنسوها بالتدريج، لا، فرنسوها من أول يوم كل شيء. ورقموا كل ما أنجزته الولاية السادسة في وقت الثورة وما بعد الاستقلال، كله ركنوه في هذا المخزن. طبعا ممكن أحرقوا شيء آخر أو أخذوا شيء آخر لدراسته وربما لفرزه حتى يجدوا شيء ممكن يثبتون به ثورة شعباني في أي قضية من القضايا. الآن التاريخ اللي يدرس من سنة 64، التاريخ اللي يدرس يعني التربية السياسية قائمة على أساس والتربية النفسية والمعنوية قائمة على أساس معركة لينينغراد، ستالينغراد ونابليون، والناس لا يمتون للجزائر ولتاريخها بشيء. يعني انت تقيم جيش المفروض تقيمه على أمجاده من حيث التكوين النفسي والتكوين المعنوي والسياسي، لا تقيمه على أمجاد الآخرين. فتحس بأن هناك انقلاب جذري على مسيرة لبناء جيش وبناء دولة. وأنا متأكد بأن ما كان الشيء يعني الأسس التي كانت تقوم عليها الولاية السادسة في تشكيل جيشها هي نفس الأسس اللي كانت في المنطقة في الولاية الأولى في منطقة الأوراش، والتي كانت في منطقة الشمال القسنطيني، واللي كانت في منطقة الغرب. يعني أنا متأكد حتى لو كانت يعني لسبب من أسباب استعمال اللغة، ولكن الأسس كانت واحدة. جيش التحرير في الداخل كان قائم على أساس واحد. لكن تحس بأن الانقلاب حقيقي وقع. وأنا دعكم من كلامي هذا، ارجعوا، الذي يريد أن يثبت العكس يبين لنا، يجيب لنا ما كان الأسس المساجد اللي نقول عليها مثلا الوثائق، الاستمارات إلى غير ذلك، يجيب لنا الشيء اللي كان يتعامل به جيش التحرير قبل 64، ويجيب لنا ما أصبح يتعامل به الجيش بعد سنة 1965، وكذبنا وبارك الله فيه. وأنا بناء على هذا التقيت حتى ببعض الناس مسؤولين كانوا ضباط في جيش التحرير، تلاقيت بهم في برج بن عزوز وفي طولقا وفي سيدي خالد، تلاقيت معهم وجلست معهم من باب معرفة، وتأكدت من هذه القضية. بالرغم من أن لا يوجد أي إنسان لا يريد أن يثير فتنة ولا شيء، ولكن الحقيقة يجب أن تعلم، ويجب أن نبني تصحيح مسار الدولة الجزائرية على هذه الحقيقة، ونتوقف عن الكذب والسفسطة والالتواء وغير ذلك من التبريرات التي لن تقدمنا في شيء.
ستعيدنا إلى الاستعمار شيئا فشيئا. ولذلك يعني احنا ما نحن نتكلم لنصرة شخص، وإنما نتكلم من أجل قضية، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله.